مشاهير تغيروا بطريقة صادمة مستحيل تتعرف عليهم لما تشوفهم. إذا أنت شخص عمرك بين ال20 وال27 سنة أو حتى ممكن أكثر، على الأغلب أنت شفت هاي البنت في وقت من الأيام على التلفزيون، وتحديدا على قناة MBC3. مرحبا، كيف الحال؟ أصالة كامل كانت واحدة من أهم مذيعين برنامج تسالي أحلى عالم اللي كان يطلع على MBC3، وأيضا كان معها دانيا الشافعي وعزة الزعرور، وحرفيا جيل كامل ربي على مشاهدة البرامج اللي بيقدموها، وبالتالي كنا متعودين على شكلها اللي شفناه فيه في طفولتنا اللي هو هذا الشكل. الحمد لله جاهزة تلعبي تسالي؟ يلا. بس في سنة 2020 أصالة قررت إنها تترك قناة MBC3، والسبب إنها كانت حابة تخوض تجارب جديدة في الحياة. والتجارب الجديدة اللي عملتها كانت إنها فتحت حساب تيك توك وصارت تنزل هاي الفيديوهات. What separates you from the competition? What makes you special? للأسف أنا مو غلطان، وهي البنت اللي عم تشوفوها هي مو بنت تانية، بل هي نفسها أصالة كامل، ولكن شكلها وتصرفاتها تغيروا 180 درجة. طبعا هي حرة تسوي اللي بدها اياه، ولكن هذا التغيير اللي صار في شخصيتها وفي شكلها وفي تصرفاتها بشكل عام سبب صدمة كبيرة لنا ولجمهورها ولأي شخص بالحياة بيعرفها. فلذلك هلأ خلونا ننتقل من أصالة كامل إلى أصالة نصري. أصالة نصري تعتبر فنانة قديرة جدا، وأثرت بصوتها القوي على عدة أجيال، وإلى الآن مستمرة في هذا الشيء من زمن طويل جدا. وحاليا عمر أصالة نصري 54 سنة، وصدقني ان هاي الصورة اللي عم نشوفها حاليا هي لما كان عمرها 54، مو صورة قديمة لما كان عمرها 20 مثلا، لا هي عمرها 54 بهالصورة. انا احلى ولا الBTS؟ انا احلى ولا شاكيرا؟ هذا الشيء بحد ذاته صدمة، ولكن مو هي الصدمة اللي راح احكي عليها، لانه نوعا ما صرنا متعودين على المشاهير انهم بيعملوا عمليات تجميل كتير. الصدمة اللي صارت انه أصالة نصري بعد عملية التجميل هي صارت بتشبه بنت يوتيوبر اسمها نارين بيوتي. نارين بيوتي بالعشرينات من عمرها، وأصالة بالخمسينات. فإذا بتقلي انك ما صدمت من الشبه اللي بينهم، يعني ما بعرف، في لازم نلاقي لك حلها، لازم تنصدم. نور ستارز. نور هي واحدة من أكبر اليوتيوبرز العرب، ومن أوائل اليوتيوبرز اللي قدروا يجمعوا عشرات ملايين المشتركين والمتابعين على الإنترنت. في بداية مسيرة نور كانت سمينة نوعا ما، وزنها زايد، وهذا الشيء كانت الناس ملاحظته، وحتى هي ملاحظة هذا الشيء على نفسها، ولكن الكل كان حاببها على طبيعتها. هي الصور كان أكبر وزن أنا وصلت له، إذا بتلاحظوا كنت مبينة كأنه حامل بالصورة، وكأنه حامل ب3 توائم وهيك منفوخة. كان وزني 221.6 باوند. مضت سنين طويلة والناس تعودت على شكل وصحة نور ستارز، مع أنها كانت مثابرة على الرياضة والحمية الغذائية، فكانت تنحف بشكل خفيف، يعني انت رح تشوفها كل يوم ما رح تلاحظ الفرق، لحد ما اجا يوم والناس صاروا يكتبوا لها بالتعليقات انت كيف انحفتي؟ انت مو كان وزنك 200 باوند؟ كيف صرتي ضعيفة فجأة؟ ولحد الآن إذا بتشوفها ما رح تصدق إنه البنت اللي عم تشوفها حاليا هي نفس البنت اللي كان وزنها 200 باوند. بندريتا. أتوقع أن هذا الإنسان هو من أكثر الأشخاص المحبوبين الموجودين على اليوتيوب، وهذا الشيء طبعا راجع لشخصيته اللطيفة وعفويته. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا جماعة؟ ومن لما تعرفنا على بندريتا، يعني من بداية قناته على اليوتيوب، كان سمين شوي، أو يمكن أكثر من الشوي. ومع مرور الوقت سمنته أو صحته الزايدة صارت جزء من شخصيته، والناس تعودت عليه في هاي الحالة وفي هذا الشكل. ولكن في حلول سنة 2022 بندريتا مرض، صار معه التهاب في الحبال الصوتية، واحتاج انه يغيب لمدة شهر عن القناة او عن تسجيل الفيديوهات بشكل عام لحتى يتعافى. والدكتور قال لي يا اخي انطم شوية، اسكت شوية، ريح حتى يعني تتعالج. وفي نفس الفترة اللي اختفى فيها بندريتا نشر على التويتر انه راح يحتاج يعمل عملية تكميم معدة، لانه سمنته الزايدة اثرت على صحته بشكل سلبي، وصار لازم يحل الموضوع ويتخلص من السمنة، والحل الوحيد كان انه يعمل عملية تكميم. يا اخي ترى انا عندي مشاعر، عندي مشاعر انا. بندر كان عارف انه صحته كانت جزء من شخصيته، وكان خايف من ردة فعل الناس لما يشوفوه نحيف، فلذلك صار ينشر على تويتر ويكتب للناس ويقول لهم يا جماعة صح أنا رح أنحف وشكلي رح يتغير، بس أنا بندريتا نفسه اللي تعودتوا عليه، شخصيتي نفسها لسه موجودة.
وبالفعل بندر اختفى لفترة ورجع لنا بشكل مختلف تماما، صدم الكل. بيتي بعد سنين يعني قدرت اني اخلصه، وهذا بفضل الله ثم بفضلكم. أبو شارع القحطاني. أبو شارع القحطاني هو شيخ وداعية إسلامي، انشهر بفيديوهاته ومحاضراته اللي كان دائما ينصح فيها الشباب بالاستقامة بالدين والالتزام بالصلاة. طبعا هذا الشيء ممتاز جدا. الشيء الوحيد اللي مو ممتاز للأسف أن هذا الشيخ تغير بشكل مخيف، وصار يسوي كل الأشياء اللي كان ينصح الشباب ما يسووها.